بينا بقى نقيم لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز على نادي الزمالك وفوز النادي الاهلي بالقمه 131. وطبعا كلكم بتستنوا الفيديو ده، انا ما بعملوش على طول بس لازم نعمله بعد مباراه القمه. واول واحد هنبدا بيه هو العملاق محمد الشناوي. هتقول لي يا عم سمير تدي محمد الشناوي قد ايه؟ اقول لك هدي محمد الشناوي 7.5. هتقول لي 7.5 يا عم سمير ده دخل في ضربه جزاء. هقول لك ايوه 7.5 ان محمد الشناوي صد ضربه جزاء ده. ومش بس كده، محمد الشناوي طلع فرصه في اول الماتش، الفرصه دي لو كان جت كان نادي الزمالك ركب المباراه وساعتها كان نادي الزمالك كسب. ندخل بقى على الباك اليمين محمد هاني اللي كل جمهور النادي الاهلي كان مقلق من محمد هاني. ده محمد هاني هيضيعنا النهارده، محمد هاني هيعمل وهيسوي، بس محمد هاني كان خارج كل التوقعات. ومحمد هاني النهارده عمل مباراه ولا اجمل ولا اروع، فانا هدي محمد هاني برده 7.5. ندخل بقى على قلب الدفاع، مع ان ياسر ابراهيم كان رجوله النهارده بس ما كانش عاجبني، ما كانش افضل حاجه، فانا هدي ياسر ابراهيم 6. ندخل بقى على الكارثه ياسين مرعي اللي عمل كارثه النهارده وسبب ضربه الجزاء. هتقول لي ياسين مرعي كان كارثه النهارده، اقول لك ايوه لانه اتاخر على الكوره، لانه تردد في الكوره بدل المره كذا مره، علشان كده عدي الدباغ مد رجله وخد من ياسين مرعي ضربه جزاء. فهدي ياسين مرعي النهارده 4/10. ايوه 4/10. ندخل بقى على الباك الشمال اللي كل الاهلاويه كان بيقولوا احمد نبيل كوكا ده داخل وصف النادي الاهلي، ده بيدفع فلوس للنادي الاهلي، وفضلوا يحفلوا على احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا هديله النهارده 7.5/10. ايوه 7.5/10. ليه بقى؟ لان خلى اخوان الفينا مش موجود طول المباراه، واتصلنا على احمد نبيل كوكا عشان يرجعه، لان نسي اخوان الفينا وروح بيه. علشان كده اداره نادي الزمالك فضلت تدور على اخوان الفينا، والحمد لله احمد نبيل كوكا رجعه من تاني. ندخل بقى على نص ملعب النادي الاهلي، هنبدا بمروان عطيه. فمروان عطيه ما كانش موجود النهارده، مروان عطيه كان في اول المباراه بيعمل ميس باس كتير قوي، هدي مروان عطيه 5/10 وانا كده ابقى كارمه الصراحه. ندخل كمان على محمد علي بن رمضان اللي ما كانش موجود النهارده. ده لو محمد علي بن رمضان اللي النادي الاهلي مخلص فيه لو هيفضل على كده مشوه، لان محمد علي بن رمضان ما قدمش اي حاجه النهارده، فانا هديله هو كمان 4 أو 4.5 وكده كارمه والله. ندخل على تريزيجيه. تريزيجيه النهارده اللي عمل مباراه كويسه وجاب هدف وكان بيلعب بروح، فانا هديله 7.5 عشان الهدف اللي جابه. ندخل بقى على العالمي محمد شريف اللي بيجي على نادي الزمالك. محمد شريف اللي النهارده عمل اسيست عالمي لحسين الشحات، وعمل كوره هات وخد هو حسين الشحات وجبنا بيها الهدف الاولاني، فانا هدي محمد شريف 7.5. وهدي كمان بن شرقي اللي عمل مباراه دفاعيه عالميه وطلع هدف من على خط الجول، ولو الهدف ده كان جه كان الزمالك ركب المباراه وكان ساعتها كان هيبقى كسبان 2-0 والاهلي ما كانش هيقدر يرجع المباراه. فانا هدي بن شرقي 7.5/10. تستاهل يا ابني 7.5/10 عشان الهدف اللي انت خرجته. بالنسبه بقى للعالمي والاسطوره حسين الشحات اللي ما يقعدش يدك على اي حد، فحسين الشحات انا بديله 10/10. تستاهلها يا ابني وتاخد كمان 15/10 لانك عملت هدف النهارده وسجلت هدف وجبت لنا ضربه الجزاء، حاجه 100 عملت كل حاجه النهارده، مع انك نازل بديل بس كسرت الدنيا. محمد طاهر اللي طلع مصاب، انت عالمي يا ابني، والله العظيم بحبك، والله العظيم بحبك، ومهما يقولوا عليك انت راجل لانك بتلعب بروح، بتلعب برجوله. انت ومحمد هاني عملت كل حاجه في الجبهه اليمين، فانا هديك 6.5. ايوه 6.5 لانك لو كنت كملت المباراه كان ممكن تعمل حاجه وتجيب هدف، بس يلا الاصابه خرجتك بدري وان شاء الله ترجع لنا في اسرع وقت. بالنسبه بقى لديانج، فديانج اللي نزل كان بيخترق دفاعات نادي الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد اللي ضيع هجمه ما تضيعش، عيل صغير ما يضيعهاش، فانا هدي عمر كمال 0/10. ولو ينفع اديله -1 هديله. انما بالنسبه بقى لديانج مع انه ما طولش ونزل بديل فانا هديله 5/10. واخر حاجه طبعا ولازم اقيمها هي جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي ياخد 100/10 مش 10/10. والف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. واحب اقول لكم ان الصداره اهلاويه، واحب اقول لكم كمان ان الدوري في الجزيره. بس كده، يلا سلام.